ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وصفتنا النهارده زي ما انتوا شايفين كده هنعمل نواعم الافران او القرص الطريه بتاعه الافران دي اللي بنيجي نشتريها. بس المره اللي فاتت عملناها ساده، المره دي بقى هنعملها محشيه بالعجوه، بس هنعملها بمقادير مختلفة عن المرة اللي فاتت. خليكم معايا واحدة واحدة عشان صدقوني الطريقة دي تحفة. الطريقة دي بتاعت أجدادنا بتاعت زمان لما كانوا بيعملوها، والقرص كده تبص تلاقي ايه، مخدومة حلو جدا وتلاقيها طرية ودايبة في نفس الوقت. خليكم معايا بقى واحدة واحدة. المقدار اللي انا هعمل نص كيلو دقيق. لكل نص كيلو دقيق ربع كيلو عجوة، عشان نبقى متفقين من البداية. عشان تطلع معاكي القرص محشية عجوة حلو، يبقى لكل نص كيلو دقيق ربع كيلو عجوة. ربع كيلو العجوة حاطين عليهم ايه؟ حاطين عليهم معلقة كبيرة من السمسم، اهم حاجة السمسم يكون محمص. حاطين عليهم حوالي 4 معالق ايه، من 3 ل4 معالق ايه لبن. وحطيت عليهم معلقتين كبار سمنة. تمام لغاية هنا اهوت. وهرسها كويس جدا زي ما انتوا شايفين. العجوة طرية وحلوة، بصوا بسم الله ما شاء الله، نضيفة حلوة جدا. لو انت جايبة نوع العجوة معاكي ناشف، هتحطيها على البوتاجاز، يعني توطي النار قوي وتقلبي فيها، تبص تلاقيها اتطرت معاكي وبقت حلوة قوي. بعد ما خلصتها وكورتها هركنها بقى على جنب. نيجي بقى للدقيق بتاعي. نص كيلو دقيق حطيت عليه برضو معلقة كبيرة من السمسم، تمام كده اهوت. وحطيت عليه ربع معلقة صغيرة من الملح. اول حاجة بقى هعملها اللي هو اختبار الخميرة، عشان الطريقة مكلفة فما لازم اختبر الخميرة الاول. حطيت معلقة كبيرة من السكر، عليها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهحط شوية من اللبن، يعني تقريبا حوالي ربع كوباية كده من اللبن. يعني من الكوباية خدت حوالي ربعها كده او اقل من ربعها. وهسيب بقى الخميرة على جنب لغاية ايه ما تتفاعل، ونرجع للدقيق تاني. الدقيق هنا هوك انا حطيت له معلقة كبيرة من السمسم زي ما قلت لكم، وحطيت له نص معلقة صغيرة من الملح. تمام كده هوك. النص كيلو دقيق بياخد قد ايه سمنة؟ بياخد كوباية من السمنة زي ما انتوا شايفين. الكوباية دي انا خدت منها معلقتين للعجوة مش اكتر. ركزوا بقى في الحتة دي كويس جدا. بحط السمنة على البوتاجاز تسخن جدا، يعني على نار هادية مش نار عالية عشان ما تتحرقش مني، نار هادية كده اهو. واخلي السمنة على البوتاجاز لغاية ما تتقدح، وببدأ انزل بقى بيها على الدقيق زي ما انتوا شايفين كده اهو. بس بقى خدوا بالك بقى من الحتة ديك، ما بتحطيش ايدك خالص، بمعلقة بسباتولا بأي حاجة بتقلبي بيها، وما تحطيش ايدك خالص لان هي السمنة بتبقى سخنة جدا. دي اهم خطوة في العجينة كلها، اللي هو ايه، ان انت تقدحي السمنة. دي اول حاجة بتطول عمر الكحكاية لو انت هتعملي كمية كبيرة من الكحك، وبتبقى في نفس الوقت كمادة حافظة ان انت بتحفظي القرصة بيها، بتخلي عمر القرصة يعيش مدة اطول. دي طريقة زمان اللي كانوا بيستخدموها في الكحك والقرص. تبدأي بقى ايه كده، بردت شوية كده اهو لغاية ما ايدك تتحمل السخونة، وتبدأي بقى تبسي ايه الدقيق كويس جدا بالسمنة. بعد كده بقى لقيت الخميرة اتفعلت، ببدأ انزلها، وببدأ انزل بقيت كوباية اللبن. اللبن انا خدت منهم شوية للخميرة، بقيت الكوباية هبدأ بقى ايه احط واعجن تدريجيا كده اهو. هي هتاخد الكوباية كلها. يبقى النص كيلو دقيق خد مني قد ايه سمنة وقد ايه لبن؟ خد سمنة كوباية بالظبط، يعني الكوباية ناقصة معلقتين اللي خدتهم العجوة، وخد كوباية لبن كاملة. برضو خدت من الكوباية حوالي 3 ايه معالق كده هوك للعجوة. يبقى خد كوباية سمنة وكوباية لبن. حابة ان انت ما تعمليش بلبن وتعملي بمية، تمام مفيش اي مشكلة، نفس كوباية اللبن هتعمليها بالمية. طب مش حابة تحطي سمنة، ما عندكيش سمنة كفاية، حطي نفس الكوباية سمنة على زيت. انا هنا هوك حاطة سمنة بلدي على سمنة نباتي، يعني مدربة الكوباية. المادة الدهنية اللي عندك حطي، يعني عندك زيت على سمنة دربي وحطي، عندك زبدة وسمنة عادية حطي. تمام. بعد كده بسيب العجينة تريح شوية، وببدأ اقطعها زي ما انتوا شايفين كده اهو لكور. انا بحب ان انا اقطعها الاول. حابة ان انت ما تقطعهاش وتاخدي من العجينة وتحطي العجوة، مفيش اي مشكلة خالص. العجينة انا ما بسيبهاش تخمر، انا بسيبها تريح حوالي 10 دقايق وابدأ اشتغل فيها زي ما انتوا شايفين كده اهو. بعد ما خلصت الكميه كلها كده اهو، بجيب كيس تلاجة كده اهو وافتحه واغطي العجينه. اهم حاجه ان انت تغطي العجينه عشان وشها ايه ما ينشفش منك.
هتبصوا تلاقوا ان العجينه ايه، الخميره بدات تتفاعل كده اهو وبدات ترتفع. ابداي بقى ايه، هاتي العجوه وحطي في كل ايه واحده عشان العجينه ما تخمرش وتيجي تفش خمرها. يعني خلي حركتك بسرعه، مش ان انت ايه تسيبي العجينه وتقومي تعملي حاجه وترجعي تحطي العجوه، لا، على طول كده هو تعمليها. تمسكي واحده وتروحي فرداها وتروحي ايه واخده حته العجوه مبططاها كده على ايدك. يعني تبططي حته العجوه، مش ان انت تحطيها كوره كده وتلميها وتروحي حطوها. تعملي بقى الكميه كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. تروحي عاملاها وتروحي دايسه عليها دوسه خفيفه، ما ترققهاش، لو رققتيها هتطلع ناشفه معاكي. يعني انا بحب القرص كده هو تبقى صغننه كده هو وتخينه في نفس الوقت، عشان لو عملتيها رقيقه هتبص تلاقي نشفت منك في الفرن. فيفضل ان انت تعمليها زي ما انا عاملاها كده بالظبط. يعني تحطي العجوه كده هو ودوسه خفيفه كده اهو. بصي شكلهم بسم الله ما شاء الله، يعني نص كيلو عمل لي كميه حلوه جدا. مع اخر واحده عملتها لقيت العجينه بسم الله ما شاء الله يعني دخلت في الخمر خلاص. باخد بقى واحده واحده كده هو بالشوكه وببدا احط في الصينيه بتاعتي او في الصاج بتاعي. الصاج بتاعي ما بدهنهوش ماده دهنيه خالص، لان يعني العجينه ذات نفسها فيها سمنه كفايه، فما بدهنش الصاج ولا الصواني حاجه خالص. بالشوكه كده ومرتين كده هو تروحي عاملاهم من النص وتروحي تحطي في الصاج بتاعك. لو خدتوا بالكم بصوا بسم الله ما شاء الله العجينه يعني خمرت. بصوا نص كيلو عمل لي صاج بسم الله ما شاء الله حلو جدا. وده كده بيكون سمكها. بدخلها بقى في الفرن على نار متوسطه، مش نار واطيه ولا نار عاليه، تمام؟ عشان لو نار واطيه هتصمد منك. اول لما تطلع من الفرن بروح مغطياها، ما بكملش 5 دقايق بس كده هو مش اكتر، عشان بخاف ان هو ايه دي فرن البوتاجاز، فبخاف ان وشها ينشف. فهو 5 دقايق بالظبط اغطيها بالصاج التاني وببدأ اشيل الصاج. بتبص تلاقيها بقى طريه من فوق من تحت ودايبه، يعني تحفه تاكليها وهي سخنه كده. بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني غير بتاعه الفران خالص. يعني دي مش نواعم الفران، دي نواعم معموله في البيت، قرص طريه كده هو ومخدومه وطعمها تحفه. وكل ما بتخلي جوده السمنه كويسه كل ما يعني كل ما بتعلي بجودتها. بصوا بسم الله ما شاء الله مفتحه من جوه ازاي. بصوا سمكها وهي تخين حلو جدا، لكن لو رققتيها هتبص تلاقيها ناشفه منك. بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني متهيألي مفيش احلى واجمل من كده.